50 عاماً من ذاكرة الخشب إلى نبض الروح. 50 عاماً والعرائس تنادينا بأسمائنا لنبعث الروح فيها. 50 عاماً من ذاكرة الخشب إلى نبض الروح. 50 عاماً والعرائس تنادينا بأسمائنا لنبعث الروح فيها. في منتصف الستينات ومطلع السبعينات، بداية ظهور الفرق والمهرجانات المسرحية التي تدعمها دولة الاستقلال باعتبارها من آليات التنمية الثقافية، عبر المنصف شرف الدين المسؤول الأول عن مصلحة المسرح بكتابة الدولة للشؤون الثقافية قائلاً: إن أغلى أمنية عندي هي إمكانية بعث فرقة مختصة في مسرح العرائس للقيام بجولات في كل المدارس الابتدائية بتراب الجمهورية. ومن هنا نظمت الإدارة الثقافية سنة 68 و900 وألف أول بعثة دراسية إلى تشيكوسلوفاكيا لفائدة 3 شبان عرائسيين، وهم رشاد المناعي، المنصف بالحاج يحيى، والطاهر البكوش، لدراسة مسرح العرائس بأكاديمية براغ لمدة 4 سنوات. كما سافر محي الدين بن عبد الله إلى الجمهورية العربية المصرية للتكوين في مركز مصر للعرائس. كانت الانطلاقة الفعلية لمسرح العرائس مع منظمة مسرح الأطفال والدمى المتحركة التي ارتبطت بالمسار التربوي للتعليم سنة 68 و900 وألف في تقديم الورشات والدورات التكوينية في صنع العرائس وإنتاج بعض الأعمال المسرحية. إنها لحظة فارقة، تلك التي نجمع فيها شتات التاريخ ونعيد تصوير أحداثه عبر رجال ونساء أثروا تلك المراحل من تاريخ فن العرائس في تونس، الذي بدأ سنة 76 و900 وألف، متخذاً من مخزن في نهج زرقون بالمدينة العتيقة مقراً لفرقة مسرح العرائس. أشرف على إدارتها رشاد المناعي من سنة 76 و900 وألف إلى سنة 79 و900 وألف، فأنتج في صيف 77 و900 وألف مسرحية الأم أو خلق العالم، تأليف سمير العياجي وإخراج رشاد المناعي، ومسرحية نمرود لرشاد المناعي. تولى المنصف بالحاج يحيى إدارة الفرقة، ثم تسلم إدارة الفرقة محي الدين بن عبد الله. رسمت هذه الأعمال المعالم التي سارت على خطاها كل التجارب اللاحقة، أعمال عرائسية ما زال صداها حاضراً وأثرها ماضياً في تاريخ مسرح العرائس. مثل القرار الرئاسي في 27 مارس سنة 93 و900 وألف ولادة أول هيكل عمومي في فنون العرائس في شارع الحرية بتونس، إذ لم يكن مجرد إجراء إداري، بل اعترافاً رسمياً بقيمة الفعل العرائسي وأهميته الفنية، الثقافية والتربوية. فانتقل من إطار تجربة فرقة مسرح العرائس إلى المركز الوطني لفن العرائس. اعتبر المركز قطباً مطوراً لفنون العرائس وقبلة للعرائسيين والفنانين الذين شغفوا بهذا الفن في سبيل الارتقاء به. كثيرة هي الأسماء التي مرت من هنا إدارة. تحصل المركز الوطني لفن العرائس على جائزة الإبداع العربي في المجال الإعلامي عن مؤسسة الفكر العربي لسنة 12 و2000، وتواترت أعماله فجابت العالم وحازت على جوائز قيمة في مختلف الملتقيات الوطنية والدولية. تم إحداث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تحت مسمى المركز الوطني لفن العرائس بمدينة الثقافة
الشاذلي القليبي. تداول على إدارتها كل من السيدة منى عبيد المسعدي، السيدة هاجر الزحزاح، السيدة هالة بن سعد، والسيد عماد المديوني. خلق هذا التحول الإداري فضاء لإبداعات عرائسية جديدة تتماشى مع تحولات فنون العرائس في العالم. محمد البشير جلاد، عياد بن معاقل، حبيب الجندوبي، عبد الحق خمير، عبد العزيز الميموني، عبد المجيد بن سعد، لسعد المحواشي، وغيرهم من الذين نهلوا من الماريونيت حب الفن وعشق الحياة. كما أحدث المركز الوطني لفن العرائس أول مهرجان تحت اسم أيام قرطاج لفنون العرائس في ديسمبر 18 و2000 بإدارة العرائسية حبيب الجندوبي. هكذا هو التاريخ، لا يقاس بطول الزمن الذي يمتد فيه، بل بقدرته على حفظ أسماء صانعيه ومنحهم حق البقاء في الذاكرة. ومن هنا تكتسب عملية التأريخ لخمسينية مسرح العرائس أهميتها بوصفها فحل اعتراف بمسار إبداعي امتد عبر السنين بأياد صنعت الدهشة وراكمت التجربة جيلاً بعد جيل.